مشاهدينا الكرام عبر بين سبورت الإخبارية في قطر، أهلا مرحبا بكم إلى هذه النشرة الخاصة بكأس أفريقيا الجابون 2017. يرافقنا في هذه النشرة الكابتن حاتم الطرابلسي المحرر بقناة بين سبورت. كابتن حاتم، مساء الخير. مساء النور. مرحبا بضيفنا الكريم، مرحبا بكم مشاهدينا. البداية إذن ستكون مع هذا الملخص لمباراة المنتخب المغربي ونظيره من الكونغو الديمقراطية لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، والتي انتهت بفوز منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد. نتابع هذا الملخص بصوت زميل المعلق جواد بدة. والدوس يحاول والتسديد، العارضة، نعم العارضة تحرم المنتخب المغربي من أول هدف هو القدوري. مرة جانبية، مرة جانبية، تركوا المجال. ممكن هذه خطيرة، هذه خطيرة، جول، هدف المنتخب الكونغولي. مشاهدينا الكرام في هذه الأثناء لتسديد ماتامبي، لقطة ينسيري، لقطة ينسيري يسارية قوية، انذار في هذه الأثناء. الكرة مرفوعة، هذه خطيرة، مرة جانبية، هذه فرصة خطيرة، الركنية، الركنية يا العربي. إذا نهاية المباراة مشاهدينا الكرام، تأتي صافرة الحكم الملقاشي لتوني الريان الأول والامتحان الأول بانتصار منتخب الكونغو الديمقراطية. إذن فوز منتخب الكونغو الديمقراطية على نظيره المغربي بهدف لا شيء لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ضمن كان الجابون 2017. مرحبا من جديد بضيفنا الكابتن حاتم الطرابلسي. كابتن حاتم، بداية غير جيدة للمنتخب المغربي وأيضا المنتخبات العربية المشاركة إلى حد الآن، الجزائر، تونس وأيضا المغرب. هذا الثلاثي ما زال يبحث عن الفوز الأول في هذه البطولة الإفريقية، لكن بالعودة إلى مباراة الكونغو الديمقراطية والمغرب، لماذا برأيك غابت الفاعلية الهجومية عن المنتخب المغربي؟ هو غاب التجسيم خسيرة في الشوط الأول. أنا أظن فريق المنتخب المغربي في الشوط الأول كان هو المسيطر وهو المبادر، معناها بعملية صنع الفرص وخلق الفرص في المقدمة، وصنع فرص لكن لم يوافق في التسجيل. ونظن أن عندما لا تتيح لك الفرص ولا تجسم هذه الفرص، فأكيد أن نتكلم عن الفريق الكونغو، فهو في تصفية كأس العالم، فهو الأول مناصفة مع المنتخب التونسي، منتخبنا في كأس العالم بستة نقاط. ونظن أنه هذا المنتخب لديه إمكانيات كبيرة مع بعض الإصابات. أنا أظن لم يأتي بولاسي، كان مصاب معنا في الأربطة المتقاطعة، معنا عنده لاعبين على المستوى عالي، مستوى إنجلترا، ولاحظنا معنا بعض الخطأ من حارس المرمى. نظن في عملية التمركز، لو كان الحارس متمركز بشكل جيد في القائم الأول، ولذلك نتكلموا على الحارس، لا دائما لابد ان يكون التركيز عالي. انا اظن فقد التركيز نوعا ما، وكان كرة قادر ان يصدها لانه ارتطمت في القائم الاول ما بين رجله والقائم، ثم عادت الى في 18 وسجل منها كابانانجا الهدف الاول. الان في افريقيا مهيب، لابد ان نعترف بشيء، ان المنتخبات الافريقيه تطورت على المستوى النضج التكتيكي وعلى المستوى الذكاء. لاحظنا انه في العشر دقائق الاخيره، بالرغم من النقص العددي بالنسبه للكونغو الديمقراطيه، الا والفريق كان متمركز، حتى وانه العربي اضاع فرصه كانت واضحه، بعض الفرص كانت واضحه، لكن على مستوى النضج التكتيكي تطورت المنتخبات الافريقيه واصبحت تعرف كيف تجاري لما تكون متقدمه في النتيجه، تعرف كيف تتحكم في نسق المباريات في بعض الاحيان، تعرف كيف تتعامل مع الظروف الصعبه للمباراه. وهذا ما كان يميزنا سابقا على المنتخبات الافريقيه. الان تطورت هذه المنتخبات الافريقيه، اصبحت قادره ان تنافس المنتخبات العربيه التي لديها عده نجوم. الجزائر خير دليل مع الزيمبابوي، المنتخب التونسي اكيد، المنتخب السنغالي اللي هو منتخب قوي حقيقه. معناها لسنا احنا كما نقولوا المرشحين للفوز على السنغال. معناها هزيمتنا صحيح لم تكن
جيده، لكن السنغال على مستوى الاسماء فهي افضل، بالرغم ان منتخبنا اضاع عده فرص سانحه للتسجيل. المنتخب المغربي ستكون بطوله صعبه للغايه، خاصه بعد الهزيمه الاولى. لا يزال الكوت ديفوار، لا يزال التوغو، والتوغو ظهر بشكل جيد اليوم امام الكوت ديفوار. طيب، ما دمت تتحدث عن هذه المباراه، منتخب الكوت ديفوار الذي هو حامل اللقب استهل مشواره في هذه البطوله الافريقيه بالتعادل امام منتخب التوغو. هل برأيك هذه النتيجة تخدم مصلحة من؟ وهل تخدم أيضا ربما مصلحة المنتخب المغربي، ولأنه خسر في أول مباراة له لتبقى حظوظه قائمة في المباراتين المقبلتين؟ من الواضح أنه ليس هنالك كبير في البطولة الإفريقية، الكل قادر أن ينتصر على بعض، لأنه هنالك نوعا ما من الرطوبة تؤثر على جل المنتخبات. لكن التوغو أظن مع كلود لروا الذي لديه الخبرة الطويلة في الملاعب الإفريقية، أظن في مباراة اليوم تضييق المساحات، النضج التكتيكي، التعامل بشكل جيد، ثم اللعبة الهجمة السريعة. يعني يكاد يكون الكوت ديفوار بالرغم من النجوم الكبار التي لديها، ومع الفرص كانت شحيحة للغاية بالنسبة للكوت ديفوار. أنا أظن هذا دليل أنه حتى التوغو بالرغم أنه ليس لديه نجوم كالكوت ديفوار، لكن قادر أن يقف ند للند، وهذه النتيجة. أديبايور ليس لديه فريق ويلعب في المنتخب، وهذا يمكن علاقة كذلك أن الفريق بالمدرب جيدة، وعلاقة هذا اللاعب أديبايور بالاتحاد التوغولي علاقته جيدة، ولذلك يريد الحفاظ على هذا اللاعب ما قدمه للمنتخب التوغو. كذلك يريد يمكن الحفاظ على بعض اللي يقتل، يمكن ليجد فريق معناها في ومنتخب التوغو أيضا عنده مدرب لديه الخبرة الإفريقية كلود لروا. أكيد وهذا لا أحد يشك في قيمة هذا المدرب. المدرب هذا عنده سنوات الآن في إفريقيا، يمر من المنتخب إلى آخر وينجح، ونجاحاته واضحة وخلف هذا المدرب. ولذلك أنا لا أستبعد أنه التوغو معناه يكون طرف في عملية التأهل، لأنه لم يلعب شيء بعد، يعني ولا المباراة أنا أظن في هذه المجموعة ستلعب في المباراة الثالثة، إلا المنتخب المغربي المباراة الثانية مهمة، يعني الخسارة تعني الخروج معنا في المباراة الثانية كالمنتخب التونسي. ولذلك لا بد من إعادة ترتيب البيت. وأنا أظن المنتخب المغربي على المستوى الإمكانيات الفنية، على المستوى الاستحواذ، على المستوى خلف الفرص، فهو قدم مباراة جيدة، لكن هذا لا يكفي كرة القدم. نعم. في كرة القدم لابد أن تكون واقعي، ولابد أن تسجل أهداف. طيب، مدرب المنتخب الفرنسي ميشيل دوسي، مدرب المنتخب الإيفواري، أبدى ربما يعني عدم رضاه عن التعادل السلبي في أول مباراة أمام منتخب التوغو، واعتبره بالبداية الغير جيدة، مؤكدا أن اللاعبين فشلوا في التحكم باللقاء. إجمالا ليست هذه البداية المرجوة، حتى لا أننا تحلينا بالحذر الكبير، لأن مباراة زيمبابوي والجزائر والغابون وغينيا بيساو أخذنا منها الدرس، ولكن لم نعرف كيف نتحكم في هذه المباراة. نتمنى أن نبذل مجهودا أحسن من هذا. تبقى لنا مباراتين. كابتن حاتم، المدرب غير راضي على أداء الفريق، برأيك هل أن المنتخب الإيفواري ضيع نقاط المباراة؟ هذا من ناحية، وهل أن هذا التعادل يعتبر بمثابة ربما الخسارة أمام منتخب التوغولي؟ أنا أظن لأنه هو المتوج بالنسخة الأخيرة، ويرى في نفسه أنه أفضل من التوغو على أوراق وليس على الميدان. يعني على الميدان لم نشاهد فوارق كبيرة حقيقة على المستوى خاصة. أكيد أنه بداية المباراة وأنت كمتوج تريد الحفاظ على سمعة المنتخب الإيفواري والانتصار والدخول في البطولة بقوة، ودوسي يلعب على هذا الجانب، لكن لم يوفق في هذه المباراة. أنا أظن أن التوغو وفق في المباراة، ودائما تكلمنا مهم أن المنتخبات بين قوسين صغيرة تطورت على المستوى صحيح الأداء الجماعي، وعلى المستوى الذكاء التكتيكي، وعلى المستوى الاندفاع البدني، والأخطاء البدائية التي كانت تعول عليها عدة منتخبات قوية كركلات الجزاء أصبحنا احنا نخطئ فيها، والبقية هي توافق. فلذلك أنا أظن لابد على الفريق الإيفواري أن يرى نفسه مساوي للبقية كي يكون قادر على الحفاظ على اللقب. تحدثت عن النقطة جيدة، المنتخبات قلت الضعيفة سابقا أصبحت قوية وتطورت بشكل كبير، هل هذا يعود بالأساس إلى جلب واستخدام خبرات يعني على المستوى الإدارات الفنية أو حتى على مستوى الجهاز الفني لمدربين كبار، وأيضا إلى ذهاب هؤلاء اللاعبين الذين باتوا ينشطون في أقوى الدوريات وفي فرق كبيرة؟
اكيد ما هذا بدون ادنى شك، وخاصه انه التجربه مع المدربين الاجانب اللي اصبحوا الان معناها يحبذون افريقيا، يعني يذهبون الى افريقيا وليس لديهم اي اشكال في تكوين، واصبحت مدارس تكوين الانديه الكبيره تعلم كالانديه في اوروبا تفتح مدارس تكوين في افريقيا. صحيح. وهذا يضر في المستقبل، ستستنفع البلد بلاعبين، حتى اذا معناها الفرق معناها الدوري لا يكون قوي، فهي هذه الفرق الاوروبيه الكبيره لما تستثمر في تكوين الشبان، وهي الاكيد انه لما اللاعب يتطور هي الفريق، فهو سيجني هذا اللاعب وسيكون محل اهتمام النادي الذي قام بفتح هذه المدرسه التكوين، لكن في الاخير سيدور بالايجاب على المنتخب هذا البلد. وانا اظن تطور تلاحظ حتى في البطولات الافريقيه، تطور الانديه الافريقيه كموزمبيق كعده فرق اخرى، معناها تطور بشكل ملفت للانتباه في السنوات الاخيره. هذا دليل علي تطور الكره الافريقيه. احنا بقينا نلعب على السمعه اللي كانت موجوده، لكن لابد ان نتطور، لابد ان نتحسن على في الاداء. السمعه لا تكفي، التكهنات او ما يسبق التظاهره انه فريق فلان مرشح او الفريق الاخر هو المؤهل للفوز، هذه توقعات، لكن الحقيقه في الميدان صحيح. والميدان اظهر لنا حقائق اخرى في هذه البطوله. صحيح. على كل حاتم ستبقى معنا مشاهدينا، الان سنتوقف مع فاصل ثم نواصل، فتكرموا بالبقاء معنا.